عايز يقف في المطبخ لوقت طويل. جبت لكم بقى النهارده وصفه بجد لذيذه قوي، بتتعمل في دقيقتين واحنا واقفين كده. كنت عملت لكم منها وصفه تانية بطريقه اقتصاديه، بس المره دي حبيت اغير فيها واعملها كده بطريقه لذيذه ما خدتش مني دقايق، وكمان طريقه صحيه. فتعالوا بقى بينا نشوف الوصفه على طول. كل اللي هحتاج الاول ان انا اجيب البطاطس. انا استخدمت هنا بطاطس وسط، تقدروا تستخدموا البطاطس اللي انتوا حابينها، بس بما اني هعملها بالقشر بتاعها لازم اتاكد كويس قوي ان هو يكون نظيف، لان طبعا احنا عارفين البطاطس بتبقى عامله ازاي. بدات ان انا احطها تحت الميه واغسلها بالفرشه كويس قوي، لازم نتاكد منها ان هي تكون نطفت. هتشوفوا دلوقتي الفرق ما بين اللون بتاعها قبل وبعد. بصوا لونها يعني حرفيا اتغير خالص. اتاكدت كويس قوي ان هي نطفت من كل الاتجاهات، وكده جاهزه معايا ان انا ابدا بقى اشتغل فيها. طبعا هتقولوا لي ليه حاطين قشر البطاطس؟ بيبقى طعمها حلو جدا 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 في الاكله، فلو حابين انتوا تشيلوها برضو مفيش مشكله، بس الصراحه هي بتبقى اضافه لذيذه قوي. بعدين ببدا ان انا اتبل البطاطس من بره علشان القشره نفسها تبقى ليها طعم. بدات ان انا احط التوابل هنا في الطبق بتاعي. حطيت ملح، حطيت بهارات للبطاطس، وحطيت البابريكا، وممكن تحطوا كمان فلفل اسود وشويه من الكمون. وبعدين هبدا بقى ان انا احط شويه من الزعتر، ودي كانت اخر حاجه انا حطيتها. واحط بقى هنا شويه من زيت الزيتون، تقدروا تستخدموا زيت عادي مفيش مشكله. وبعدين بعمل ميكس للكلام ده كله مع بعض. طبعا انا استخدمت هنا زيت الزيتون عشان تبقى بطريقه صحيه اكتر. وبدات اميكس كل الكلام ده وعمل لي الخليط اللي انتوا شايفينه كده. الخليط جاهز معايا. طبعا انا هنا ده بس الزيت اللي هستخدمه في الوصفه كلها، فهي مش محتاجه ان هي تكون فيها دهون في الوصفه كتير. بدات بجيب الشوكه، ممكن تستخدموا الشوكه او تستخدموا السكينه. المهم ان انا لازم اعمل فتحات صغيره كده في البطاطس، لان هي هتستوي وهي مقفوله، فلازم يبقى فيه اماكن تدخلها منها الهواء علشان يبدا ان الحراره تتوزع كويس قوي، والبطاطس تستوي معايا من جوه ومن بره كمان. الحركه اللي هنعملها دي هتخلي البطاطس مقرمشه جدا من بره الطبقه الخارجيه بتاعتها، وفي نفس الوقت من جوه تكون مستويه وتبقى لذيذه. اول حاجه جبت هنا الفرشه بتاعتي، وبدات ان انا احطها بالفرشه كده، بس زي ما انتوا شايفين ما كانتش بتتوزع معايا كويس. بدات استخدم ايدي واتعامل معاها كاني بعمل لها مساج كده زي ما انتوا شايفين. الطريقه دي بتوزع الخليط بتاعي حلو قوي، وبيخليه يثبت على البطاطس، وبتبقى جاهزه معايا ان انا احطها على طول واسويها. انا هنا في استخدامي هستخدم الاير فراير. تقدروا تستخدموا الفرن لو انتوا حابين، بتولعوا الفرن قبلها بفتره، بتعملوها على درجه حراره 200، وبعدين تبداوا ان انتوا تغلفوها بالورق وتحطوها جوه الفرن عشان ياخد وقت اقل بكتير. لكن انا هستخدم الاير فراير على طول، واحطها برضو على درجه حراره 200، وبسيبها لمده 45 دقيقه. بتاخد وقت طويل شويه في الاير فراير، بس احنا خلاص كده ده مجهودنا كله بيكون وهي في الاير فراير. هنا استخدمت بقى 2 عملتهم بنفس الطريقة، وبعدين بقى في النص بفتحها كده عشان اعمل لها فتحات من جوه، لان هي بتكون خلاص استوت. فببدأ ان انا افتحها من جوه كده واسيبها بس لمدة 10 دقايق زيادة عشان تستوي معايا كويس كمان من جوه. ده كده شكلها. بصوا اصلا هي مستويه خالص من جوه، بس بدخلها يا دوب 10 دقايق او اقل كمان عشان اتاكد ان هي استوت كويس قوي. وجاهز معايا كده البطاطس. بقى تقدروا تحطوا لها اي حشوه انتوا حابينها، بس قبل ما احط الحشوه حبيت اتبلها بس الاول من جوه. حطيت رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، واحط كمان شويه من البابريكا، وتبقى بس كده خلاص البطاطس معايا من جوه جاهزه. تقدروا توقفوا على هنا وتاكلوها بالطريقه دي، ونبقى عملناها بطريقه اقتصاديه، او تحطوا لها بقى شويه حشوات كده على مزاجكم. هقول لكم بقى انا النهارده عملتها ازاي. حبيت اول حاجه احطها لها شويه من الموتزاريلا، وبعدين بقى بصوا هما شويه صغيرين قوي لان انا عايزه اعملها بطريقه صحيه، مش عايزه احط لها دهون كتير. ببدا اميكس بقى الموتزاريلا كده من جوه البطاطس. طبعا بتبقى سخنه، فهتسيح لي الموتزاريلا كلها وهتبقى بجد خطيره. بصوا اصلا البطاطس من جوه دايبه جدا، والقشره اللي من بره دي مديه كده قرمشه لذيذه جدا. ده كده بعد ما خلصت بقى وسيحت الموتزاريلا. كان عندي شويه لحمه مفرومه، فقلت ليه لا نعلي من الوصفه ونخليها البروتين بتاعها اعلى كمان عشان تبقى وصفه كامله متكامله في البطاطس بس. فبدات ان انا احط هنا اللحمه المفرومه علشان زي ما قلت لكم تبقى فيها بروتين وفيها نشويات، فالوصفه تبقى كلها جاهزه معايا. حطيت هنا اللحمه بتاعتي، حبيت ادلعها بشويه بقى اكتر واكتر من الموتزاريلا،
وعلشان زي ما قلتلكوا اعليها اكتر وكمان تبقى لذيذة. واخر حاجة خالص بقى حطيت عندي شوية سويت كورن او الذرة الحلوة، كانت عندي برضو في التلاجة، فقلت لي لا الوصفة دي حلوة قوي ان احنا بنزود وبنلعب فيها زي ما احنا عايزين، ضيفولها اي توبينج انتوا عايزينه هيبقى طعمه حلو جدا. مرة عملتها بالجبنة بس وكانت لذيذة، المرة دي حبيت ان انا اضيف لها شوية اختراعات كده زي اللحمة المفرومة والموتزاريلا وعليها كمان السويت كورن، بس حطيتها بقى شوية كده في الفرن ده بسرعة قوي عشان بس تاخد وش من فوق عشان الموتزاريلا اللي احنا حطيناها. وده كده شكلها بجد لا سهلة وسريعة ولذيذة ووصفة كاملة متكاملة ما خدتش دقيقتين 3، فلازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وبس كده حبيت اعمل لكم النهاردة وصفة سهلة وسريعة ولذيذة كمان، واشوفكم في وصفة بكرة. باي.